إصابة 3 عناصر من الجيش العربي السوري أثناء إزالتهم الألغام في بلدة كفرمودة بريف حماة الشمالي الغربي على الفور. تم إسعافهم إلى مشفى الوطني في مدينة السفلبي. طبعا إحدى الإصابات الثلاث أدت إلى قتل أحد العناصر في الجيش العربي السوري الذي استمر أعماله في إزالة مخلفات الحرب ومخلفات الألغام من قبل ميليشيات النظام المائي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. احكي لنا شو صار بالضبط معكم اثناء العمل؟ نحن عم نزيل الألغام من حقل الألغام بعد ما فككنا 4 ألغام. في أنا ومعي شباب 2 اللي تصاوبنا. أحد الأخوة داس على اللبن الولد وبدلت تجرم، وأنا والشاب إصابات خفيفة. والله ما في شيء، والله ما في شيء، والله. الحمد لله على سلامتكم إن شاء الله طهورا. إصابة 3 عناصر من الجيش العربي السوري أثناء إزالتهم الألغام في بلدة كفرمودة بريف حماة الشمالي الغربي على الفور. تم إسعافهم إلى مشفى الوطني في مدينة السفلبي. طبعا إحدى الإصابات الثلاث أدت إلى قتل أحد العناصر في الجيش العربي السوري الذي استمر أعماله في إزالة مخلفات الحرب ومخلفات الألغام من قبل ميليشيات النظام المائي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. احكي لنا شو صار بالضبط معكم اثناء العمل؟ نحن عم نزيل الألغام من حقل الألغام بعد ما فككنا 4 ألغام. في أنا ومعي شباب 2 اللي تصاوبنا. أحد الأخوة داس على اللبن الولد وبدلت تجرم، وأنا والشاب إصابات خفيفة. والله ما في شيء، والله ما في شيء، والله. الحمد لله على سلامتكم إن شاء الله طهورا.